امتى اعرف ان الشعر محتاج بروتين وايه انسب الحلول لده، سواء كانت في المنتجات او الحاجات الطبيعيه؟ السؤال ده بيجي لي كتير قوي، وناس كتير قوي بتبعت لي: انت ليه مش بتهتمي بالشعر الاسيوي؟ ليه مش بتهتمي بالشعر المفرود؟ ليه كل اهتمامك بالشعر الكيرلي؟ يا جماعه دي اشاعات مغرضه. الاول بس تعالوا كده نفهم ازاي اعرف ان الشعر ده محتاج بروتين ايا كان نوعه. نقط وظواهر طبيعيه بتبين لي ان الشعر محتاج بروتين. اول حاجه، الشعر هيبدا يفقد شكله. يفقد شكله بمعنى ايه؟ لو هو كيرلي هيبدا الكيرلي يبقى شكله الشعر مش عارف يبقى كيرلي، مش عارف يبقى ديفايند. الشعره مش قادره تمسك نفسها. زي ما احنا قلنا، البروتين بتاع الشعر هو عباره عن روابط جوه النسيج المكون للشعر. الروابط دي بتكون داخليه وخارجيه، وهي روابط كبريتيه، والكبريت ده هو العامل البنائي الاساسي لبروتين الشعر. فلما الروابط دي تقل او تتكسر يبدا الشعر ما يعرفش ياخد شكله، تبدا الشعره نفسها ترفع قوي 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 وتفقد هيكلها، وتبقى كانها ضعيفه ضعيفه وكانها شويه وهتدوب. ساعتها نعرف ان الشعره دي محتاجه بروتين. الشعر بيبدا يتقصف. اهم مظاهر تقصيفه هو ان الشعر بيلف حوالين بعضه يعمل لي عقد. كل شعره عامله عقده حوالين نفسها. الشعر لما تتقصف وتتقسم لاتنين كده ده بيكون احتياج بروتين. تغيير لون الشعر قليلا، الشعر مش بيبقى له ملكة، الشعر بيبقى شبه السفنجة، بيبقى لو ملموم في الغالب مش بيتفك بسهولة، وتسريحه بيكون صعب جدا وسهل القطع. مش بقول بيتكسر، الشعر مش هيتكسر ولكنه هيبقى سهل القطع. هتحسوا ان انتوا عايزين تتعاملوا معاه بالراحة لحسن يتقطع، وده من اهم مظاهر التلف بعد الصبغة. عشان كده لازم علاج ترميم للشعر بالبروتين بعد صبغ الشعر، لان الصبغة او كتر الصبغة بيكسر بروتين الشعر بشكل ملحوظ. فبالتالي نبدأ نلاقي الشعر بيتقصف، بيكون عقد، نحس كأن شكله إلى حد ما محروق، نبدأ نحس إن هو ضعيف ورفيع، ويبدأ ما يبقاش ليه منظر مهندم محدد، لا دايما بيبقى هايش وملوش ملكة وملوش ظبطة كده، تحسوا إن هو كتلة واحدة. لو الشعر اسيوي هيبقى محتاج تريتمنت بروتين مش اقل من مره اسبوعيا، ولو الشعر افريقي بيبقى تريتمنت البروتين دي بتتعمل له عند اللزوم فقط لما يبان عليه الاعراض دي. لكن بكرر، لو الشعر اسيوي بيحتاج مره اسبوعيا تريتمنت بروتين. لو الشعر اوروبي، قدامكم انواع الشعر بارقامها، لو الشعر اوروبي بنلاقي ان هو محتاج مرتين لثلاث مرات في الشهر بروتين، الا اذا تعرض لظرف مختلف زي نزول البحر مثلا وغسل الشعر بشكل متكرر، او غسل الشعر بميه مالحه جدا، فبالتالي حس ان روابط البروتين اللي فيه اتكسرت ومحتاج بروتين بشكل اكبر. وقتها بيكون مسموح جدا ليه ان هو يعمله مره في الاسبوع او مره كل 5 ايام. نفس الكلام ينطبق على الشعر الاسيوي، دايما استثناء الشعر الافريقي اللي هو زي حالاتي، الناس اللي شعرها كيرلي دايما عندهم استثناء في استخدام البروتين. لازم يبقى عند اللزوم، اكون انا واخده بالي كده وملاحظه ان الشعر محتاج للبروتين قوي وفي سبب يخليني استخدمه. انا مثلا ممكن امتى استخدم بروتين؟ او يعني كبريت مثلا، ماسك فيه كبريت او فيه بروتين، لما بيكون بقالي فتره ما رطبتش شعري، ولما اجي اعمل الكيرلي وغسلت شعري مثلا والميه كانت مالحه جدا، فباجي اعمل الكيرلي احس ان الكيرلي هايش او مش قادر ياخد المنظر بتاعه حتى مع التصفيف اللي بيبقى اصلا فيه بروتين. ايه هي العلاجات الطبيعيه اللي ممكن تفيدني وتعطيني احتياجي من البروتين وفي نفس الوقت يكون معتدل وما يتلفش الشعر؟ جل الصبار وجل حب الرشاد. كيفيه الاستخدام احنا قلنا عليها لكل نوع شعر، هتطبق على سواء الكريمات او على العلاجات الطبيعيه اللي هنقولها. الشوفان يا جماعه من اعظم مصادر البروتين وامنها اللي ممكن نستخدمها. مستخلص الشوفان مع العسل احنا نحضرهم ونستخدمهم بسهولة جدا، في مرة او في 2 بتعيد التوازن تاني للشعر. ليه بحط معاه عسل؟ عشان البروتين بتاع الشوفان قوي وسريع الترسب، فبالتالي فبحط معاه مرطب طبيعي قوي. جل حب الرشاد هو غني بالكبريت، فبالتالي اكون بساعد الجسم ان هو يحضر البروتين الطبيعي بتاعه، والجسم يستفاد من البروتين بشكل كبير جدا. السوق مليان كريمات، حمامات كريم او ماسكات للشعر فيها بروتين. انا بنقي الكرايتيريا دي على اساس ايه؟ انا مش هيفرق لي البروتين اللي موجود في المنتج ده كيراتين ولا كولاجين ولا هو بيسميه ايه بالظبط، ولا حتى نخاع نباتي، ولا مثلا حد بيدعي ان هو حاطط نخاع حيواني. انا مش هيفرق لي، لان كل الميكانيزم بتاعت المنتجات بتعتمد على تغليف الشعره. 2، انا بنقي حسب كرايتيريا تخلي المنتج جيد او جودته عاليه او مناسبه، سواء كان فئه اقتصاديه او كان فئه غير اقتصاديه، الاثنين هيبقوا امنين، وده المهم في المنتج. فانا بنقي لكم منتجات تخليكم تستخدموا ده وانتوا مرتاحين، وتستخدموا ده وانتوا مرتاحين. الغلطه في الحاجات دي بتكلف كتير، فانا احسن لي دايما ان انا امشي جنب الحيط
واشوف نتائج برضو، بس وقتها هبقى كسبت ان انا اشوف نتائج حتى لو مش سريعه قوي بس دائمه معايا. كان بودي اعرض عليكم كريم بوناويل، في ناس كتير جدا بتحبه، هو حمام زيت المفروض، بس للاسف فيه باربن. يعني اسوأ حاجه في المنتج ده ان هو فيه باربن، ودي بنسبه كبيره جدا 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 ناس عندها منها حساسيه، وانا ما اقدرش ارشح لكم منتج فيه باربن بالذات في حمامات الكريم. انا احيانا بعمل ده كاستثناء لو في منتج تصفيف كويس زي جل ليف ان، انا عارفه ان الناس مش هيبقى في احتكاك ما بين فروه الراس وبينه قوي، فبالتالي الناس بتحطه على الشعر من جدره لغايه اخره، مش بيحتك قوي بفروه الراس. ومنتجات التصفيف البورشنز بتاعتها او الجرعات بتاعتها بتبقى ضعيفه جدا، فبالتالي بقدر اشرح لكم حاجات استثناء فيها بارابن لجودتها يعني، وان هي موجوده في السوق وسعرها كويس. لكن ما اقدرش استثني وجود البارابن في حاجه زي حمام الزيت او حمام الكريم، لا دي حاجه انا ما اتحملش مسؤوليتها. فبالتالي البونويل فيه بارابن فانا ما رشحتوش، لكن انتوا لو تحبوا تعملوا اختبار حساسيه ليه ولو لقيتوا الدنيا تمام تستخدموه فما فيش مانع، لكن انا مش هرشحه. بايو بوينت لما رجعته استغربت جدا، جودته هو جيد جدا جدا، ممكن جدا نستخدمه، حتى الكياس بتاعته هو فعال، بس خلي بالكم عشان هو قوي جدا، فممكن من اول مره يعالج معايا المشكله، هستخدمه تاني مره ممكن يبدا يديني ظواهر زياده بروتين، وده انا مش هحبه لان لون الشعر بيبدا يبهت والشعر بيبدا يتكسر. الكريم بتاع جي كي ده طبعا غالي بس جيد جدا. الشي تريتمنت، التريتمنت بتاعت شي وطبعا غاليه. ايفر بيور البي 5 الاحمر كويس جدا وسعره كويس. الهير 2 بالبروتين، جميع اصداراته اللي بالبروتين كويس وسعره كويس. البلانز ده حلو جدا، بلانز براند بتاع بلانز دي حلوه قوي. لاس ليميتد بتاع لوريال السيري اكسبرت اديشن كلها حلوه جدا، كلها ومعظمها فيها بروتين كويسه جدا، زيت اللي بالبروكيراتين وبالامينو اسيدز. ايفر بيور البنفسجي كويس اويل، واللي بالبايتين برضو الاثنين دول كويسين جدا، بس الاو جي اكس بيكون غالي شويه. في عندي الهيمالايا كريم بروتين، بس عشان اقدر استخدم هيمالايا لازم اعمل له اختبار حساسيه الاول، لان للاسف في بروتين قمح وفي ناس كتير جدا عندها حساسيه من بروتين القمح، فلازم اتاكد الاول. الديوكري نيوتريشن ماسك وده كويس جدا برضو بس غالي شويه. جارنيه ماسك، دي ماسكات جارنيه اللي ممكن تبقى كويسه وفيها برضو نسبه بروتين مش قليله. كيراستيز ماسك هو غالي بصراحه لكنه فعال وكويس جدا، وغالبا المعظم فيه بروتين، ما فيهوش حاجه ما فيهاش بروتين قوي. اللي هيجي يقول لي طب ما قلتيش ليه كريم كانتو، انت مش كنت ضده علشان فيه بروتين؟ كانتو بيستخدم الالفا ايزوميثايل اينون، ودي ماده فعاله سيئه جدا، ولو احنا لسه صابغين الشعر واستخدمناها عايزه اقول لكم ممكن تؤدي لتساقط الشعر بنسبه 70 ل 80%، تساقط تفاعلي عنيف جدا. وتقدروا تسالوني في الكومنتس على كريمات تانية فيها بروتين واقدر ان انا افيدكم واقول معاكم، لان انا اكيد مش هعرف اغطي كل حاجه في الفيديو ده. ليه انا ما اتكلمتش على منتجات شيا مويستشر؟ علشان انا مش بحبها مش بفضلها. منتجات شيا مويستشر هي منتجات متوسطه جدا بره، لكنها اخذت صيت فظيع في الوطن العربي، انا ما اعرفش ليه. بنسبه كبيره جدا بتسبب حساسيه وبتسبب كوميدوجينيسيتي، يعني اي حد بيستخدمها بيلاقي القشره زادت، بيلاقي دهنيه فروه الراس زادت، فبالتالي دي بالنسبه لي منتجات مستحيل تكون جيده، انا ما اقدرش استخدمها، تعمل حساسيه تفاعليه، هتربي قشره دهنيه، وارد جدا تعمل اكزيما كمان. اتعاملت مع بيشنتس وحالات كتير جدا حصل لهم اكزيما تفاعليه بسبب منتجات شيا مويستشر، فانا ما اقدرش ان انا انصح بيها. ده غير ان الشامبو بتاعها مش منظف، يعني بالنسبه لي ما يعتبرش كلينزنج شامبو، فانا ما بعتبرهاش بصراحه البراند اللي تاخد اهتمامي وتاخد ترشيحي وامان. انا كده قلت كل اللي انا عايزاه. الفيديو ده اتكلمنا بشكل مخصص جدا لحالات هيشان الشعر. اي حد عنده سؤال عن براند بعينه يقول لي في الكومنتس ان شاء الله ارد عليه. اعملوا سبسكرايب عشان تشوفوا الفيديوهات الجايه، فيديوهات مهمه جدا، واعملوا فولو على السوشيال ميديا لان هناك بيبقى فيه محتوى مختلف، بنتواصل مع بعض بشكل افضل، يبقى فيه اسك، بنطلع لايف. وميرسي لكم جدا ان انتوا شفتوا الفيديو. باي باي.